في نوفمبر 1951 وتحديدا في منطقة التل الكبير بالإسماعيلية كان الإنجليز المحتلين عاملين نقط تفتيش كتير على الطريق اللي كان تحت سيطرتهم. فواحد من الضباط الإنجليز وقف ست اسمها فاطمة وطلب إنه يفتشها، ولكن الست فاطمة رفضت بشدة وزقته وبعدته عنها لغاية ما وقع على الأرض. فالإنجليز المفتريين ضربوها بالرصاص في لحظتها، وكانت أول شهيدة في منطقة القنال. والواقعة دي كانت من مقدمات ثورة يوليو سنة 1952. القصة اللي قلتها دي كانت أول رواية لاستشهاد الفلاحة المصرية الست فاطمة أو أم صابر، بس في رواية تانية أقرب للحقيقة ومفصلة ومنطقية أكتر لأنها اتكرمت تكريم عظيم بعد استشهادها. ولا أقول لكم تعالوا نحكي الحكاية من الأول خالص، قصة الشهيدة فاطمة أو أم صابر الفلاحة المصرية. أهلا بيكم وبرنامج عين، وأنا علا أبو السعدات. في 13 يونيو سنة 1906 وفي عهد الخديوي عباس الثاني حصلت المجزرة الشهيرة في واحدة من قرى المنوفية وهي قرية دنشواي. اتجلد جزء من الفلاحين واتسجن جزء بالمؤبد واتشنق جزء من أهالي القرية قدام أهاليهم. وقتها كان في طفلة صغيرة اسمها فاطمة من أهالي القرية وشافت بعينيها المجزرة البشعة دي، والنتيجة إن بعد الحادثة سافرت فاطمة وأهلها وابن عمها محمد خليل الدسوقي على السويس واستقرت هناك. عاشت الفلاحة فاطمة في كفر عبده في السويس، لكن اللي شافته في حادثة دنشواي وهي عندها 7 سنين تقريبا محفور في عقلها وقلبها ومش قادر يروح من بالها أبدا، وده اللي خلاها تكره الإنجليز عمى هي وعيلتها كلها. كبرت فاطمة واتجوزت ابن عمها، والاتنين زي ما يكون عندهم ترباية مع الإنجليز. علشان كده جوزها ما وقفش النضال ضد الاحتلال الإنجليزي بالعمليات الفدائية، وده كان سبب إنه اتحكم عليه بالإعدام سنة 1941 علني قدام الناس كلها. قبل ما يتعدم محمد خليل الدسوقي نده مراته الفلاحة فاطمة اللي كانت حامل وقتها وخلاص قربت تولد، وقال لها وصيته: إذا ربنا رزقك بولد سميه صابر، ولازما تربيه على حب الانتقام من الظلمة المحتلين دول وأعدموه شنقا. الست فاطمة ولدت فعلا في نفس اليوم وجابت ولد، وفعلا سميته صابر حسب وصية جوزها، وبقى اسمها الست فاطمة أم صابر. لكن الست فاطمة تسكت وتمشي جنب الحيط أبدا، أصل جواها كره شديد للاستعمار والضباط الإنجليز. قتلوا جوزها ويتموا ابنها اللي شاف النور يوم شنق جوزها، فقررت تنفذ وصيته ومشيت في سكة النضال ضد الاحتلال الإنجليزي. في الفترة دي كانت معسكرات الجيش الإنجليزي موجود في كل قرى القناة وعاملين نقط تفتيش كتير قوي على الطريق، وفي نفس الوقت العمليات الفدائية برضو ما بتهداش، والمصريين عاملين ملاحم بطولية تدرس في كل كتب التاريخ. الفدائيين كانوا معتبرين بيت الفلاحة المصرية أم صابر ملجأ ليهم ومقر بيستخبوا فيه، وكانت الست أم صابر بتخزن السلاح للفدائيين في مخزن سري كان عامله جوزها قبل ما يتم إعدامه، وبتقدر توصله للفدائيين بإنها بتخبيه تحت جلابيتها من غير ما حد يشك فيها. وبالرغم إن قوات الاحتلال كانوا بيفتشوا البيوت كل يوم تقريبا، إلا إن ربنا كان بيعميهم عن بيت الست أم صابر علشان طبعا تستمر في كفاحها مع الفدائيين ضد الاحتلال الإنجليزي. فضلت تكافح وتساعد الفدائيين في عملياتهم لغاية سنة 1951، والفترة دي كانت البلد عموما في حالة اضطرابات والحال مش مستقر تماما. المهم ركبت الست أم صابر أتوبيس نقل عام مع بعض الناس اللي كانوا بيساعدوا الفدائيين وقتها، وكالعادة كانت مخبية أسلحة وذخيرة تحت جلابيتها علشان توصلها للفدائيين في منطقة التل الكبير قرب الإسماعيلية. ولأن زي ما قلت الفترة دي كان في نقط تفتيش كتير جدا من الجيش الإنجليزي على الطريق، في نقطة تفتيش منهم وقفوا الأتوبيس وطلع ليهم ضابط إنجليزي وهو بيشوف الركاب شك في الست أم صابر. طلب الضابط الإنجليزي إنه يفتش الست أم صابر وسط ذهول من كل الموجودين، ولكنها رفضت بكل شموخ وكبرياء إن إيده تتمد عليها وقالت له: بعد يدك عني، انت نجس وايدك نجسه. فامر الضابط انه يقتلها بالرصاص، وللاسف استشهدت في الحال وبقت اول شهيده في الاسماعيليه علشان يتكتب اسم الست فاطمه ام صابر الفلاحه في تاريخ نضال الست المصريه. وحادثه الست فاطمه على فكره واستشهادها كانت من مقدمات ثوره 23 يوليو سنه 1952، ولكن قبل ثوره يوليو كان بيحصل تظاهرات كتير في الشوارع من كل طوائف الشعب، منهم مظاهره نسويه سنه 1900
51 ورفعوا فيها صورة الست فاطمة أم صابر كرمز ثوري. وبعد ثورة 23 يوليو كرمت الثورة الأبطال اللي استشهدوا في سبيل الوطن، وكانت منهم الست فاطمة أم صابر. الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أمر إن يطلق اسمها على قرية في مديرية التحرير وبقى اسمها قرية أم صابر، واتبنى فيها كمان مسجد وأطلقوا اسمها عليه، وتم افتتاحه أواخر ديسمبر سنة 1954. غير إن تم إطلاق اسمها على مدرسة بمنطقة الحضرة في الإسكندرية باسم الشهيدة أم صابر. الشهيدة فاطمة أو أم صابر هي الفلاحة المصرية اللي وهبت حياتها لمصر، واللي كان قلبها مليان بحب الوطن. رحم الله شهداء الوطن في كل زمان ومكان. كنت معاكم أنا علا أبو السعدات وبرنامج عين.